السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم عصير الجزر والموز اللي كيجي لذيذ بزاف. مقاديره هي جد بسيطة كيف كتشوفوا. والجزر عنده فوائد كثيرة، فهو يعني مقوي للبصر، مضاد للهستيريا ومهدئ الأعصاب، كذلك هو طارد للديدان ومعالج لإسهال الأطفال. فضروري ما أننا نحاولوا نستعملوه بكثرة، وخصوصا هذا العصير اللي غنعطيكم اليوم فهو كيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديال العصير، فاحنا كنحتاجو 500 غرام ديال الجزر اللي نقيته وغسلته، عندي زوج ديال الموزات، زوج ديال البنانات، عندي زوج يوغورت بنسمة لافاني، زوج كيسان ديال السكر، وعندي يطرو ديال الماء كيف كتشوفوا. صافي، هذه هي المقادير. دابا ان شاء الله غنفوتوا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، كناخذوا الجزر كنقشروه كنغسلوه مزيان، من بعد كناخذ واحد الطنجره كنقطعوا مربعات وكنحطوا في الطنجره. من بعد ما كنقطعوا الجزر كيف كتشوفوا كنحط عليه لترو ديال الماء، كنحطو فوق النار وكنخليه يتسلق، يعني على حسب مده ديال ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. يعني خزوه كنعرفوا انه كياخذ شويه الوقت في الطياب، فضروري ما يتسلق مزيان. عاد ديك الساعه كنفوتوا المرحله المواليه. من بعد ما كيطيب عندي خيزو كيف كتشوفوا كنخليه كيبرد، من بعد كنهزو كنحطوه في الكاس ديال الضراب الكهربائي. من بعد ما كنخويو الجزر في الكاس ديال الضراب الكهربائي، دابا كنضيفوا له البنان، كنضيفوا السكر، بالنسبه للسكر انا غنستعمل غير كاس ونص، غنقلل شي شويه السكر. يعني كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للحلاوه ممكن ديروا زوج كيسان كاملين. غنضيف دابا دانون، دابا كنطحن هاد الشيء مزيان في الضراب الكهربائي. من بعد ما كنساليو من التجهيز ديال العصير ديالنا، فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو كيف كتشوفوا، كيجي خاطر هكذا وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنسوش الاشتراك معايا في القناه وزياره موقع الانترنت اللي فيه الوصفات مكتوبه. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.